اسهل من الوصفه هذه ما ثماش. برشا ناس تشوف الوصفه هذه صعيبه، لكن اسهل منها ما ثماش. عشية سجوجو وبطريقه سهله وبسيطه وبكميات مضبوطه. قبل ما نبداو، لو اول مره تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك معنا في القناه وتفعل الجرس، وهكا توصلك كل فيديوهاتنا جديده. جاهزين نبداو؟ يلا بسم الله. بالنسبه لوصفتنا اليوم، الكميات متاع رطل سجوجو. ناخذ رطل سجوجو نرحيوها اقل شيء 3 مرات، والا نستعملوا العجينه الحاضره اللي تتباع في المحلات. المهم كي نرحيوها لازم العجينه تكون رطبه وتخر الزيت متاعها. بالنسبه للرطل سجوجو باش نحلوه في إيتر ونص من الماء. إيتر ونص من الماء باش تتحل على مراحل. في المرحله الاولى ناخذ نص لتر نحلو فيه العجينه اللي حضرناها. نصفيو سجوجو في غربال جويد ولا اي حاجه جويده متوفره عندكم. واللي فاضل في الغربال نعاود نصب عليه نص لتر ثانيه، ونعاود نصفيوه مره ثانيه. والمرحله هذه تعتبر من اكثر المراحل المهمه باش تنجح معاك الوصفه. وكالعاده نحب نذكركم، لو اول مره تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وهكا توصلك كل فيديوهاتنا جديده. بالنسبه لعصير الزقوق، هذه من عاداتنا وتقاليدنا في تونس في المولد النبوي الشريف. بعد ما صفينا اللي فضل في الغربال، تو قيد باش نضيفوا 300 جرام من الفارينة. الفارينة نحاولوا نغربلوها بالغربال ولا بأي شيء متوفر عندنا، ونخلط الخليط بطريقة جيدة بحيث الفارينة تتجانس مع الخليط اللي عندنا. احنا صفيناها مرتين، كل مرة استعملنا فيها نص لتر، معناها استعملنا لتر مع بعضهم. وبعد ما خلطنا الفارينة مع الخليط، توا نصفيوه للمرة الثالثة، والمرة هذه نضيفوا نص لتر ثالث، وهكا نكون استعملنا لتر ونص من الماء. نذكركم بالمكونات، استعملنا نص كيلو من الزقوق رطل، وضفنا عليهم لتر ونص من الماء، وزدناهم 300 جرام من الفارينة. فارينة احنا نقولوا فارينة في تونس، لكن في بعض الدول العربية يقولوا الطحين. وهكا تقريبا كملنا المرحلة الأولى. معناها استعملنا نص كيلو من الزقوق، ضفنا له لتر ونص من الماء، وضفنا لهم 300 جرام من الفارينة. صفيناهم الكل بطريقة جيدة لين تحصلنا على خليط كما تشوفوا فيه قدامكم في الفيديو. بسم الله ما شاء الله. وتوا نتعداو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية مش نطبخوا عصير الزقوق. أول حاجة ناخذوا طنجرة كبيرة ونحطوها على نار ضعيفة، ونستمر في التحريك، ما نحبسوش تحريك. عملية الطبخ مش تاخذ منا تقريبا 45 دقيقة. هكا علاش كان ثم شكون بحذاك من العائلة خليه يشاركك في حاجة كيما هكا، بالخصوص اللي عصير الزقوق نطيبوها مرة في السنة. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. نبداو نلاحظوا في العصيدة بدات تتماسك ولونها بدا يتبدل. اول ما نحسوها بدات تتماسك وقيد باش نضيفوا السكر. مش نضيف تقريبا 250 جرام من السكر. اهم شيء نستمر في التحريك ما نحبسوش. كي نضيفوا السكر نحسوا اللون بدا يتغير. السكر من الحاجات اللي تعزز الالوان. نبداو نلاحظوا الى العصيده بدات تاخذ في القوام وبدات تاخذ في اللون الكحل نتاعها. تو قيد باش ناخذوا ايد البازين ولا المثرات، كل واحد كيفاش يسميه، ونستمر في العملية هذه أقل شيء 15 دقيقة، وهكا تكون العصيدة ناجحة معاك 100%. كيفاش نعرفوا العصيدة طابت ولا؟ العصيدة نعرفوها طابت ولا كي تبدأ تبقبق وتبدأ تسيف الفقاعات متاعها، ونلاحظوا اللي اللون بدأ يغمق. بالطريقة هذه نعرفوا العصيدة متاعنا طابت. كما قلت الوقت أقل شيء مش تاخذ منا 45 دقيقة، تنجم تاخذ منا حتى أكثر. ملاحظة مهمة، النار لازمها تكون ضعيفة، ما تفدش منها، لازم تعطيها حقها في وقتها وحقها في الثردان وحقها في التحريك. كل ما النار كانت ضعيفة كل ما البنة كانت عالمية. العصيدة حضرت بسم الله ما شاء الله. كل واحد يفرخها في الحاجة اللي يحبها هو، سواء كيسان سواء صحافي، شنو متوفر عندكم. بعد ما صبينا زقوقو نخليه يبرد. تو قيت نتعداو نحضروا الكريمة العربي. بالنسبة للكريمة العربي الفيديو موجود عندكم، وانا ننصحكم تعملوا الكريمه العربي، ما تعملوش الحاضره، على خاطر الكريمه العربي بصراحه ابن واسهل، وزيد ما تسيبش الماء متاعها وما تميزش، وهكا تكون العصيده ناجحه معاك 100%. واللي مش يعمل كميه كبيره بالنسبه للكريمه يصب الكميه اللي هو مش ياكلها كو، معناه يجي يعمل حتى بالنص لتر. كل شخص يزين بالطريقه اللي يحبها هو، كل شخص يزين بالامكانيات والحاجات الموجوده عنده. بالنسبه لوصفتنا اليوم كانت عصيده الزقوق. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت، وان شاء الله الناس استفادت من الفيديو هذايا. لو عجبك الفيديو ما تنساش باش تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس، وهكا توصلك فيديوهاتنا جديدة. صحة بالشفاء لكم.